بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلاب الصف الأول التجاري، أهلا ومرحبا بكم في أول حلقة معانا لشرح اللغة الإنجليزية للصف الأول التجاري. النهاردة هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الأولى Unit 1 People and Languages، الناس واللغات. وهنبتدي شرحنا النهاردة بمعاني الكلمات، وعشان نوفر وقت أنا هقرأ الكلمات بس عشان تاخد وتسمع طريقة نطقها بالنسبة للمعاني موجودة قدامك. jobs jobs receptionist receptionist training officer training officer managing director managing director sales assistant sales assistant secretary secretary spell spell surname surname plus plus minus minus divided by times times equal equal appointment appointment first language second language second language information information sister company head office married single title someone people message first name surname fax machine. ودي أهم الكلمات للوحدة الأولى. هنبتدي نشرح جزئية للوحدة. أول حاجة عندنا names and titles، الأسماء والألقاب. title يعني لقب، first name يعني الاسم الأول، surname اللي هو اسم العائلة. يبقى الاسم هي عندنا بيبتدي بتايتل اللي هي مستر أو مسز أو مس، بعد كده فيرست نيم اللي هو الاسم الأول، بعد كده سور نيم اللي هو اسم العائلة. مستر عندنا بتيجي قبل الراجل، متجوز أو لأ، يبقى مستر دايما بتيجي مع الراجل. مسز مدام تيجي مع الست متجوزة، يبقى مسز مع الست متجوزة. مس أنسة تيجي مع الست السنجل. مس مش عارفين متجوزة أو لأ. هنا مثال للطريقة اللي ممكن تيجي بيها في الامتحان. The نقط of a married woman is Mrs. بيقولك ايه المرأة متزوجة Mrs دي اللي هو لقب المرأة متزوجة. لقب يعني ايه؟ title، يبقى أول واحدة the title of married woman is Mrs. لقب المرأة متزوجة Mrs. طب هنا رقم 2 we don't know إيمان is single or married. مش عارفين إيمان single ولا married، يبقى إيمان دي ايه؟ مس اللي هي MS. ماشي. في الامتحان ممكن ما يجيبليش MS دي، ما تلاقيهاش في الاختيارات، فهناخد مس الأولانية. Mrs. أمل has 2 children. مس أمل أو مدام أمل عندها عيلين، يبقى she is ايه؟ أكيد متجوزة، يبقى married. علي زيدان، يبقى زيدان is his، واحد اسمه علي زيدان، يبقى زيدان ده مين؟ surname اللي هو اسم العيلة. supply the following dialogue، محادثة ما بينك وبين مستر أحمد القاضي. بدأت المحادثة ب excuse me what's your first name. معذرة ما اسمك الأول. واحد اسمه أحمد القاضي يبقى اسمه الأول إيه؟ أحمد. what's your first language. واحد اسمه أحمد القاضي هتبقى اللغة الأولى بتاعته إيه؟ Arabic، عربي. سأل سؤال حله English and French، يبقى أكيد بيسأله عن لغته التانية.
لما نيجي نسأل على السؤال اللي عن اللغة التانية what's your second language؟ ما لغتك التانية؟ يبقى بدل what's your first language هنسأل هنا what's your second language، يعني ما لغتك الثانية. بعد كده كان عندنا العمليات الحسابية والرموز. ففي عندنا بلس، زائد، ماينس، ناقص، تايمز، في، divided by مقسوم على، equals يساوي، بوينت العلامة العشرية، وبرسنت يعني في المية. فعندنا الأدوات اللي هنستخدمها بلس، ماينس، تايمز، divided by، point، equals، percent. قبل ما نستخدمهم لازم أبقى حافظ الأرقام. كل الناس حافظة من 1 ل 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد 12 في ناس بتبتدي تتلخبط. كل اللي عاوز اقوله ان من 13 ل 19 بنقول العدد وجنبيه كلمة تين. ازاي؟ اقول 13 14 15، يبقى الرقم وجنبيه تين، يبقى من 13 ل 19 دايما اخرها تين. لكن الارقام العشرية اللي هي من 20 ل 90، اللي هي 20 30 40، اخرها تي واي، 20 30 40 50 60 70. طب عندنا لو جينا نقول 21 هنقول 21. طب عاوزين نقول 23 23. لازم ابقى حافظ الارقام كويس. هو من للسؤال عن العاقل، فما لي who speaks Arabic؟ علي. يبقى بنلاقي جملة فيها اسم، يبقى السؤال بهو. what's your first language؟ ما لغتك الأولى؟ طب قال Arabic. طب لو قلنا what's your second language؟ ما لغتك التانية English. what's your first name؟ ما اسمك الأول أحمد. what's your surname؟ ما اسم العيلة القاضي. عندنا برضو verb to be. verb to be اللي هو يكون بيكون من am is or. I بتيجي مع am، he و she و it بيجوا مع is، we you they بيجوا مع are. يبقى I am أنا أكون، I am Egyptian أنا أكون مصري. he is British هو يكون بريطاني. they are French هم يكونوا فرنسيين. هنا times ضرب، divided by اسمه، percent نسبة مئوية، who من، what ماذا، surname اللقب أو اسم العيلة. أول سؤال عندي بيقول لي in room 20 في غرفة 20، يبقى بنسأل عن شخص، يبقى هنسأل بهو، يبقى رقم واحد هو من في غرفة 20. طب تاني سؤال first name بسأل عن الاسم الأول، يبقى ما بسأل بما ازاي؟ هقول what's your first name يعني ما اسمك الأول. رقم 3 9 نقط 3 equals 3، 9 نقط 3 بيساوي 3. هنا عملنا عملية ايه؟ عملية اسم، هيبقى 9 divided by 3، 9 على 3 بيساوي 3. his name is عمرو المسعودي. so نقط is المسعودي، يبقى المسعودي ده بالنسبة له ايه؟ اسم العيلة اللي هو surname. 10 نقط 5 is 50، 10 نقط 5 يساوي 50. هنا عملنا ايه؟ عملنا عملية ضرب، عملية الضرب تبقى times، عملية الضرب تبقى times في، يبقى 10 times 5 is 50، 10 في 5 50. عندنا زمن المضارع بسيط. زمن المضارع البسيط بيتكون من I we you they وبعديه الفعل في المصدر. وهنا رمزت لوي يو زي بالجمع، يبقى I والجمع بياخدوا فعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ بدون اي اضافات. هي وشي وات المفرد اللي هو هي ات لغير العاقل بياخدوا فعل نضاف له اس او اي اس او اي اي اس. اهم حاجه عندي في الزمن ان ابقى حافظ الكلمات الداله. طب هي ايه الكلمات الداله؟ often sometimes usually always ever never every seldom rarely occasionally. يبقى انا عندي الكلمات الداله اهم حاجه في الزمن. ليه؟
بمجرد ان اشوف الكلمه الداله يبقى الزمن ده مضارع بسيط، وطالما الزمن ده مضارع بسيط يبقى الجمع مع اي هياخد الفعل في المصدر، والمفرد هياخد الفعل مضاف له اس. طب المضارع بسيط بيعبر عن ايه؟ عن الحقائق العلميه زي oil water boils at 100 degree، ما بتغلي عن 100 درجه مئويه. قلنا برضو ان الجمع واي بياخدوا الفعل بعديهم في المصدر، فهنا نلاحظ بلايرز جمع جه بعديها بلاي فعل في المصدر بدون اضافات، اي جه بعديها فعل في المصدر بدون اضافات. طب هنا بلاير مفرد جه بعديها فعل مضاف له اس، جه بعديها فعل مضاف له اس. لما نيجي نسأل بالدبليو اتش questions عارفين ان اي وي يو زي هياخدوا دو، هي وشي وات هياخدوا does، فهنا قلنا where does he go، where does he go، he goes to the club. لما جينا جاوبنا he go خدت الاس to the club. طب لو سألنا بدو او does بيجاوب عليهم بيس او نو. دو او does لو جم في اول السؤال او في اول الجملة بيبقوا سؤال معناه هل، بيجاوب عليه بيس او نو، وبنعكس اول كلمتين. زمن المضارع مستمر بيتكون من am is are والفعل مضاف له ing. I بتيجي مع am، he وشي وات بيجوا مع is، we you they بيجوا مع are، وكل اللي يهمني ان am is are بياخدوا الفعل مضاف له ing. كلمات الدالة على الزمن قلنا برضو اهم حاجة عندي الكلمات الدالة look listen now at this moment at present. لما اشوف اي كلمة من دول يبقى ده مضارع مستمر، وطالما مضارع مستمر يبقى هيتكون من am is are والفعل مضاف له ing. am و is و are لو جم في اول الجملة برضو هيبقى معناهم سؤال بهل، وهيجاوب عليهم برضو بيس ونو، وبنعكس اول كلمتين. وفي النفي بنستخدم not. ونيجي لاخر حاجة هناخدها النهاردة الاستمارة او فورم. ايه هي الاستمارة؟ الاستمارة دي بنعملها لما بنيجي نقدم على وظيفة، لما بنيجي نحجز غرفة فندق، حاجات كتير في حياتنا بنملى فيها استمارة. الاستمارة بالنسبة لكم في التجاري بيجيب لي قطعة فيها بيانات شخص وبيجي يسألني أسئلة على القطعة دي. كل اللي مطالب مني إن أنا بسقط البيانات اللي موجودة في القطعة في الأسئلة تحت، وأنا هنا ملخص لك الموضوع. أول حاجة عندنا كلمة age يعني العمر أو السن، هنلاقيها قبل كلمة years old. تاني حاجة عندنا first name الاسم الأول، وباينة من اسمها أول اسم بس، يعني لو قلنا أحمد مصطفى القاضي يبقى first name أحمد. surname اسم العائلة آخر اسم بس، فلما أقول أحمد مصطفى القاضي يبقى surname القاضي. full name الاسم بالكامل فهقول الاسم كامل على بعضه. nationality الجنسية، بنجيب الجنسية من القطعة بس دايما بتبقى Egyptian مصري. address العنوان دايما هنلاقيها بعد كلمة live، أو هنلاقي كلمة street شارع في العنوان نفسه. occupation job الاتنين بمعنى وظيفة. الوظيفة دايما في السطر الأول وبتيجي بعد كلمة work أو is، وممكن تلاقيها برضو في العنوان اللي فوق السؤال. date of birth place of birth تاريخ الميلاد ومحل الميلاد، دايما بنلاقيهم بعد كلمة born، بنلاقيهم بعد كلمة born. اما اجي اقول he was born in Cairo يبقى place of birth محل الميلاد كايرو. ليه جت؟ عشان كده بعد كلمة born. he was born at 1999 اتولد عام 1999 يبقى تاريخ ميلاده 1999. marital states الحالة الاجتماعية single أو married، وهنعرفه من التايتلز اللي خدناهم في أول المحاضرة. qualifications المؤهلات، المؤهلات دايما أو الشهادات اللي معايا دايما بتبقى بعد كلمة good. hobbies الهوايات دايما بنلاقيها بعد كلمة enjoy. date of damage تاريخ الخسارة دايما لو جت بتلاقي تاريخ في القطعة. price أو the amount needed السعر أو المبلغ المطلوب
دول هتلاقيهم في قطعة وجنبيهم LE أو باوند. languages اللغات بعد كلمة speak أو knows، دايما بنلاقيهم بعد كلمة speak أو knows. type of loan نوع القرض personal or commercial. نوع القرض يا إما personal شخصي يا commercial تجاري. personal شخصي لو بجيب حاجة لمنفعتي الشخصية، commercial تجاري لو بجيب حاجة هجيب منها فلوس أو لصالح مشروع. purpose الغرض أو الهدف هنلاقيها دايما بعد كلمة need. مثلا need to buy a car يبقى الغرض to buy a car أن يشتري سيارة. way of payment طرق الدفع، عندي طريقتين للدفع in cash نقدا أو by check بالشيكات، ودايما طريقة الدفع بتبقى في آخر سطر خالص في السؤال. نيجي هنا مثال fill in a form املأ استمارة. your name is أحمد مصطفى القاضي، اسمك أحمد مصطفى القاضي. قبل ما أكمل فوق you are a new manager at BOS، أنت مدير جديد في شركة BOS مصر. نرجع تاني you speak Arabic English and French، أنت بتتكلم عربي إنجليزي فرنساوي. you are 30 years old، أنت عندك 30 سنة. فهنا لما يقول لي first name يعني الاسم الأول، واحد اسمه أحمد مصطفى القاضي، يبقى first name إيه؟ أيوه أحمد. طب surname يبقى القاضي. job الوظيفة، هنا هو في العنوان قال لك إيه؟ manager يبقى manager. nationality الجنسية، واحد اسمه أحمد مصطفى القاضي هتبقى جنسيته إيه؟ إيطالي، هيبقى Egyptian مصري. first language اللغة الأولى، مصري يبقى لغته الأولى Arabic. second languages اللغات التانية هتبقى English وفرنش اللي هما جم بعد كلمة speak. age العمر قلنا بيجي بعدها years old، مكتوب 30 years old يعني 30 سنة، يبقى هنكتب هنا في age 30. وبكده أكون حاولت أبسط الوحدة الأولى للصف الأول التجاري، وأتمنى إن يكون فدتكم بحاجة. الناس ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو في أي تعليقات سيبها لي في كومنت عشان أحسن الفيديوهات الجاية إن شاء الله.